عاش 153 عام المعمر المصري عم عطوة. حضر الملكية والجمهورية، عاش مع أحفاد محمد علي وعاصر الجمهورية وشارك في ثورة يوليو 1952. اتجوز أكتر من مرة وعنده إمبراطورية عيال. يا ترى إيه حكاية عم عطوة؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة راجل كبير في السن اسمه عم عطوة، أكبر معمر في مصر، عاش 153 سنة وتوفى في الفيوم. المعمر المصري عم عطوة موسى العيص ابن قرية أبو شنب القريبة من بحيرة قارون في الفيوم. كان بيشتغل صياد معظم حياته اللي وصلت ل 153 سنة، لأنه من مواليد سنة 1845. هرب هو وعيلته للفيوم سنة 1859 وكان عمره وقتها 14 سنة. هربوا من العمل بالسخرة في حفر قناة السويس. وفي حوار صحفي له قبل وفاته قال عم عطوة إنه من مواليد 1845 وكان يعمل صيادا في بحيرة قارون في أيامه الأولى. وتزوج عم عطوة من مراته الأولى صبيحة وعاش معها 60 سنة من غير ما يخلفه، وكان صابر لأنه بيحبها وبيقول كفاية عليا إنها معايا، أنا مش عاوز عيال. ومن كتر حبه ليها كان بيقول عليها إنها حب نقي. وبالرغم من ضغط الأهل والأصحاب عليه إنه يتجوز عليها علشان يخلف حتة عيل يشيل اسمه، إلا إنه كان دايما بيرفض وبيقول ماليش غيرها. وبالفعل ما اتجوزش مرة تانية غير بعد وفاتها. وبعد وفاة حبه النقي اتزوج عم عطوة 4 ستات وخلف منهم 7 عيال، 5 أولاد وبنتين. والولاد كبروا واتجوزوا وخلفوا. وعم عطوة اللي الناس كانت بتقول عليه هيموت وحداني علشان مراته ما بتخلفش، بقى عنده إمبراطورية عيال وعنده حوالي 39 حفيد وحفيدة. المفاجأة إنه ما بدأش يخلف أول عيل ليه غير بعد سنه 80، حاجة كده اللهم لا حسد. ولما اتسأل عم عطوة عن السر في صحته وطول عمره كل ده، كان دايما بيقول إنه شايف إن السر في عمره المديد إنه اتربى على حب الخير للغير، وقلبه دايما عامر بحب الناس، وعمره ما نام في يوم وهو شايل من حد، علشان كده قلبه كان قوي. وبالرغم من صحته الكويسة إلا إن عم عطوة كان مدخن شره وبيدخن أكتر من 15 سيجارة في اليوم، لكن سبحان الله صحته كانت زي الحديد. وأكد كمان إن سر وصوله العمر ده هو إنه كان حريص جدا على شرب اللبن الرايب والزبادي باستمرار طول حياته. عاصر عم عطوة أحفاد محمد علي وعاش في ظل حكمهم مدة كبيرة، لكنه ما كانش بيحب أيام الملكية وقت ثورة يوليو 1952. وبالرغم من إنه كان راجل كبير في السن وقتها، إلا إنه صمم إنه يخرج في الشارع ويحتفل بإعلان الجمهورية. وقال إنه كان بيحب الزعيم جمال عبد الناصر وإنه له مكانة خاصة في قلبه. وتوفى عم عطوة سنة 1998 عن عمر يناهز 153 سنة، اتمتع فيهم بصحة هد جبال، ولحد آخر يوم في عمره كان مواظب على الصلاة في المسجد.